يقال إن امرأة ضاقت أحوال زوجها فذهبت إلى رجل ميسور الحال وطرقت الباب، فخرج أحد الخدم وقال لها: ماذا تريدين؟ فقالت: أريد أن أقابل سيدك. فقال: من أنت؟ قالت: أخبره أنني أخته. الخادم يعلم أن سيده ليس عنده أخت، فدخل وقال لسيده: امرأة على الباب تدعي أنها أختك. فقال: أدخلها. فدخلت فقابلها بوجه بشوش وسألها: من أي أخوتي يرحمك الله؟ فقالت: أختك من آدم. فقال: رحم مقطوعة، والله سأكون أول من يصلها. فقالت: يا أخي، ربما يخفى على مثلك أن الفقر مر المذاق، ومن أجله وقفت مع زوجي على باب الطلاق، فهل عندك شيء ليوم التلاق؟ فما عندك ينفد وما عند الله باق. قال: أعيدي. فقالت: يا أخي، ربما يخفى على مثلك أن الفقر مر المذاق، ومن أجله وقفت مع زوجي على باب الطلاق، فهل عندك شيء ليوم التلاق؟ فما عندك ينفد وما عند الله باق. فقال: أعيدي. فأعادت الثالثة، ثم قال في الرابعة: أعيدي. فقالت: لا أظنك قد فهمتني، والإعادة مذلة لي، وما اعتدت أن أذل نفسي لغير الله. فقال: والله ما أعجبني إلا حسن حديثك، ولو أعدت 1000 مرة لأعطيتك عن كل مرة 1000 درهم. ثم قال لخدمه: أعطوها من الجمال 10، ومن النوق 10، ومن الغنم ما تشاء، ومن الأموال فوق ما تشاء، لنعمل شيئا ليوم التلاق، فما عندنا ينفد وما عند الله باق. مع السلامة.